السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم جايب لكم خبر مهم وفرحان بزاف لمدينة الداخلة، وهو مشروع ملعب جديد اللي غادي يدار في المدينة، واللي كيعتبره واحد من المشاريع الرياضية الكبيرة في المنطقة. هذا الملعب الجديد حسب المعطيات اللي كاينة غتكون السعة ديالو حوالي 15,000 متفرج، وهذا رقم مهم بالنسبة لمدينة بحال الداخلة، حيث عمر المدينة ما كان فيها ملعب بهذا الحجم من قبل. المشروع مرتقب يكون واجد في سنة 2027، وهذا كيبين باللي الدولة كتخدم بخطة واضحة وعلى المدى المتوسط، وماشي غير مشاريع سريعة، ولكن مشاريع مدروسة وغادي تبقى لسنين قدام. هذا المشروع اللي كتشوفوا قدامكم دابا هو مشروع ملعب الداخلة الجديد، واحد من اكبر المشاريع الرياضيه اللي غادي تعرفها مدينه الداخلة. اشغال البناء متكلفه بها مقاولات رواندي، والملعب غادي تبنى على مساحه 50 هكتار وبطاقه استيعابيه ديال 15,000 مقعد. والاستثمار في هذا المشروع يعني كيوصل لحوالي 265 مليون درهم، ومده الاشغال 3 سنوات. يعني حنايا قدام واحد المشروع اللي كبير ومبرمج على مدى متوسط وماشي مجرد فكره. وخصكم تعرفوا انه بناء ملعب بهذا الحجم هذا في مدينه الداخله راه ماشي مجرد كره قدم، وانما غادي يعاوننا يعني في واحد الحركه اقتصاديه جديده في المدينه، وكذلك يعني غادي يجيب لنا زوار من كاع بقاع العالم، وكذلك غادي يعاوننا في تنظيم التظاهرات الدوليه. خصكم تعرفوا كذلك انه اي مدينه كتستقبل هذه النوعيه ديال المشاريع خصكم تعرفوا انها كتخليها ترتفع القيمه العقاريه ديالها، وكتعاون يعني البنيه التحتيه ديالها باش انها تكون على اعلى مستوى. الا زدنا هذا المشروع هذا ديال بناء ملعب على المشاريع السابقه واللي ديجا ذكرنا بحال ميناء الداخله الاطلسي، محطه تحليه مياه البحر، الفلاحه اللي جايه بقوه، كنفهموا انه الداخله كتوجد راسها باش تولي مدينه المستقبل بامتياز. واحد النقطه مهمه بزاف انه الاستثمار العقاري الناجح كيبدا قبل يعني ما تكمل هذه المشاريع هذه، يعني الفرصه كاينه دابا. انا من الداخله وغادي نشارك معكم كل جديد اللي كيخص يعني جديد المشاريع الكبرى في المدينه. دير فولو وخليك. هذا الملعب ما غيكونش غير بلاصة باش يتلعب فيها الكرة، ولكن غيكون رافعة حقيقية للتنمية في المدينة، حيث غادي يساهم بشكل كبير في تقوية البنية التحتية ديال البلاد، وخاصة في الأقاليم الجنوبية اللي ولات كتلقى اهتمام كبير في هاد السنوات الأخيرة من ناحية الرياضة. هذا المشروع غادي يعطي فرصة للشباب ديال الداخلة باش يطوروا المواهب ديالهم، وغادي يشجع الفرق المحلية وحتى تنظيم مباريات كبيرة وتظاهرات رياضية اللي ما كانتش ممكنة من قبل في المدينة. ومن ناحية اقتصادية أي مشروع كبير بحال هذا كيساهم في خلق فرص شغل، سواء في مرحلة البناء ولا من بعد في التسيير ديال الملعب. وزيد عليها الحركة اللي غادي يخلقها في مدينة من نقل مطاعم، فنادق وسياحة رياضية، حتى الصورة ديال الداخلة غادي تتبدل. الداخلة على سميتها الداخلة هي مدينة على شكل شبه جزيرة وسط البحر، وتسمات بهذه السمية حيت داخلة في البحر بمسافة 40 كيلومتر، وبهذا الشكل كيكون البحر كيحيط بها من ثلاثة الجهات، وكيعطينا واحد الظاهرة كتسمى خليج. داكشي علاش كنسميوها حتى خليج الداخلة. أنا حاليا في شاطئ لا سارقة، وهذه هي آخر نقطة في مدينة الداخلة، يعني أنا حاليا داخل دابا للبحر ب 40 كيلومتر. هادشي علاش كاين الريح بزاف، وهادشي اللي كيخلي الداخلة وجهة سياحية عالمية لأصحاب الرياضات البحرية بحال الكايت سيرف، حيت الجو ديالها زوين على طول العام وكيدخلها الريح من ثلاثة الجهات، بحال إلا قلتي الداخلة فيها الكورونتير. حيث ملي كتكون عندك بنية تحتية رياضية قوية كتعطي انطباع باللي المدينة كتطور وكتواكب العصر، وكتولي مؤهلة تستقبل أحداث وطنية وربما دولية. فالمستقبل هذا المشروع كيدخل في إطار الاستراتيجية العامة ديال تطوير الأقاليم الجنوبية، واللي الهدف منها هو تحسين جودة العيش وتوفير مرافق عصرية وتقوية البنية التحتية ديال البلاد بشكل عام، باش كل المدن تكون عندها نفس الحظ من التنمية. في النهاية مشروع ملعب الداخلة الجديد ماشي غير خبر رياضي، ولكن خبر تنموي اقتصادي واجتماعي، وغادي يكون عنده أثر إيجابي كبير على المدينة وعلى سكانها إن شاء الله. دابا بغيت نسمع رأيكم، واش كتشوفوا باللي هذا الملعب غادي يبدل وجه الرياضة في الداخلة؟ وشنو المشاريع الأخرى اللي كتمناو تشوفوها في المدينة؟ خليوا لي آراءكم في التعليقات، وما تنساوش لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد.
واش عارف باللي كاينه مدينه في المغرب اللي قليل اللي عارف القيمه ديالها، وفي السنين القليله اللي جايه غادي تولي من اقوى المدن المغربيه؟ انا يونس، واليوم غادي نعرفك على مدينه الداخله. الداخله كتواجد في الجنوب ديال المغرب بين المحيط الاطلسي والصحراء، موقع اللي استراتيجي قوي ومفتوح على افريقيا وعلى المحيط، وهذا الشيء اللي خلاها مدينه عندها واحد الوزن الاقتصادي اللي كبير، خصوصا في المجال ديال السياحه والصيد البحري. ولكن الداخله ماشي غير اقتصاد، وانما واحد المدينه اللي هادئه صراحه، ما كاينش الزحام، ما كاين لا ستريس. جوده العيش في هذه المدينه صراحه زوينه بزاف، كذلك البحر قريب لك من كاع الجويه. واللي كيميز الداخله على بزاف ديال المدن الصغرى هو كميه الفرص الحقيقيه اللي متوفره لاي واحد باغي يستثمر. مشاريع كبار اللي جايين في الطريق، البنيه التحتيه اللي كتجدد كامله، كذلك الفرص الحقيقيه اللي كاينه في العقار اللي مازال في البدايات ديالو. اللي كيشوف مدينه الداخله دابا غير كواحد المدينه اللي صغيره، خصو يعرف انه غير ما شافش الصوره كامله من الفوق، حيت الداخله هي مدينه الفرص، واللي غادي يستثمر فيها اليوم هو اللي غادي يجني الارباح ديالو في المستقبل القريب.